السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعمل لكم باي باي. عاملين ايه يا حبايبي؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يا رب تكونوا بخير. بصوا كده، انا طبعا ايه مش انا هنضف فرخة معاكم وكده، واعمل لها محلول والكلام ده كله. محلول نقع يعني، بس ايه كده انا بالليل. تمام. انا بقى جت زهقت طبعا، فكلمت صحابي بقى، قلت لهم ما تيجي يا جماعة كده نتجمع ونقعد مع بعضينا شوية. قالوا لي خلاص ماشي نيجي ونقعد، ما نقعدش ليه؟ قلت لهم خلاص اعملوا حسابكم نتغدى سوا. قالوا لي خلاص ماشي نتغدى. هتعملي اكل ايه؟ قلت لها هعمل نشوي فراخ. هنشوي فراخ فين؟ في فوق عندك؟ لا، قلت لهم لا مش عندي. راحت طبعا انا عندي اختي وصاحبتي حبيبتي مين ام عمر، قالت لي ايه تعالي، هي عامله جنينه جميله عندها محوطاها بسور وبتاع وكده. قالت لي تعالي هنشوي في الجنينه. قلت لها خلاص نشوي في الجنينه ونتغدى في الجنينه. قالت لي خلاص ماشي كده. انا بالليل طبعا بعت جبت الفرخه ديت عشان انا عايزه انقعها من بالليل، يعني عايزه اتبلها وبيتها في التتبيله، قصدي من بالليل في التلاجة. مسكتها بقى غسلتها غسله تمام كده. انا بسلك الحوض عشان يصفي المية بتاعته، فغسلت ايدي مكان الحوض عشان ارجع اغسل الفرخة. كده بقى هغسل الفرخة. طبعا انا الراجل في بتاع الفراخ اللي انا بجيب منه الفراخ ده نضيف جدا، بيديني فرخة نضيفة جدا ما فيهاش اي حاجة، بس انا برضو بدور فيها وببص فيها وكده. انا غسلتها كذا مرة، بس انا ايه منتشت عشان ايه الفيديو ما يطولش عليكم وتزهقوا، فاهمني؟ كده بقى ايه، انا بحط لها حبة مية واحط لها حبة دقيق واعصر لها الليمونه اللي معايا دي. اهو كده، اعصر لها ليمونه واحط لها حبه خل. بس حطيت معاها القشر عشان بس القشر ده دايما يعني قشر الليمون ده بيبقى فيه ريحه جامده كده، هو حلوه في ريحه الليمون. اه كده هسيبها بقى من اعشاب. بس عايزه اقول لكم والله العظيم الطريقه دي لما بعملها في الفراخ فعلا ما بتخلاش ليها ريحه خالص، بتبقى ريحتها جميله، ما فيهاش ريحه خالص. اهو كده. كده بقى ابتدي ايه اطلع اعمل التتبيله بتاعه الفرخه. اجيب بصلايه ابشرها. هبشرها، انا عايزه ابشرها عشان المبشره دي بتخلي البصلايه، يا جماعه طبعا عارفين ان المبشره ديت بتعمل البصله ناعمه جدا وتخليها تبقى عباره عن ميه. انا عايزاها بقى تبقى عباره عن ميه كده عشان دي ايه حلو للتتبيله بتاعه الفراخ، ان يبقى البصلايه تتحول لميه مفرومه قوي. كده احط 3 معالق خل. اهو كده. واحط حبة ملح. قد ايه بقى؟ قد معلقة ملح من اللي هي بمعلقة الشاي دي. كده نص معلقة فلفل اسود، نفس المعلقة مثلا. انا بقول لكم على المقدارات بس انا عارفة بحط قد ايه. كده نفس يعني نص معلقة برضو في كمون. دي كده مقدار نص معلقة بصل بودر. مقدار نص معلقة توم بودر. مقدار برضو نص معلقة بابريكا. كده. مقدار نص معلقة شطة، ودي اختيارية، عايزينها مشطشطة اكتر من كده كتروا الشطة. انا ما حطيتش فلفل حامي عشان عيشة بصراحة، عيشة مش هتعرف تاكل من الفرخة. نص معلقة كزبرة ناشفة. تمام. هعصر لها نص ليمونة. يعني قعدوا يقولوا لي حط لها زبادي ومش حط لها زبادي، ما اعرفش ليه. بحس ان الزبادي في الشوي يا جماعة بيسود من الفحم وبيتحرق بسرعة، ما اعرفش ليه. بلاقيه
بيتحرق على طبقة الفرخة من بره بسرعة. كده بقى انا لقيت البصلايه دي قليله قوي على التتبيله. هجيب بصلايه افرمها في قلب الكب. اهي جبت بقى بصلايه كبيره بقى افرمها في الكب. طبعا انا حطيت خلاص التوابل والحاجه في قلب البصلايه اللي انا بشرتها. هروح افرمها بقى عند الفيشه بتاع الغساله ورايا. فرمتها ناعم خالص في قلب الكبه. فضيها بقى اهي كده. كل ده انا فكره انا منتجه طبعا انا يعني خدت وقت. يعني كده بتاع الفرخه تلاقيها يعني منقوعه بقى لها يجي ربع ساعه في قلب المحلول بتاعها. خلاص كده عملت التتبيله. اروح بقى ايه. بس عايزه اقول لكم كان طعمها يجنن، اقسم بالله كانت الفرخه طعمها تحفه ما شاء الله، كانت جميله كده. عايزه اقول لكم على فكره الكلام ده كان يوم الاربع. يعني الفرخه دي انا جبتها كده عملت لها المحلول ده كان يوم الاربع، وتبلتها يوم الاربع، وصباحنا يوم الخميس عملتها كده. الفيديو انا بمنتجه لكم يوم الجمعه، يعني منتجته لكم بسجله لكم كده يوم الجمعه. بصوا كده. ليه ما عملتوش في نفس اليوم؟ طب يا مرودي هقول لكم، لان جيت اعمل الفيديو لقيت الباقه خلصت، وحبيبه اللي بتمنتج لي فاهمني، وانا بقعد جنبها ولا لا خلي دي وشيلي ديت، يعني افصلي دي من الفيديو من الحلقه. وهي نامت، سابتني ونامت. وحبيبه لما بتبقى نايمه وانا غصبت عليها تمنتج لي فيديو ممكن تمسح لي الفيديو كله زي عملت معايا قبل كده كذا مره. يعني ابقى تعبانه في الحلقه وممكن اكون دبيت مشاوير فيه وكل دوت وصرفت مصاريف، وبص الاقي حبيبه راحت مسحاه وهي نايمه على نفسها. فانا ما بقتش اقول لها بقى اعملي لي حاجه وهي نعسانه. بس كده هحطها في التلاجة بقى كده. انا صبحت تاني يوم الصبح بقى، اليوم اللي هنشوي فيه يوم الخميس اللي هو بتاع امبارح، انا حطيت كده كوبايه ميه، مج ميه كبير، هحط عليه معلقتين ونص نشا. الاحسن يا جماعه لو مج زي كده تحطوا معلقتين نشا، بس انا كترت قوي في النشا ساعتها حتى هتلاقوها مسكت جامد على البوتاجاز وانا بعملها معاكم، فعشان كده حسيت ان النشا كانت كتيره. بصوا هنا اهو، بصوا كانت جامده قوي، حتى انا كنت ماسكه الطبق جامد بايدي وكان بيفلت برضه. فانا كان المفروض ان انا ما اقدرش انزلها على فكره لما احس انها استوت، النشا استوى، فبس جمدت جامد بقى. بصوا هنا بقى هنحط ايه. دي مج لبن هحط نصه، وهعمل التوميه معاكم. ان لقيت التوميه تقيله قوي كده بروح حاطه لبن تاني عشان تبقى زي الكريمه، انا عايزاها ناعمه زي الكريمه فاهمني. انا كده هجيب معلقه انزل بيها ايه النشا اللي انا عملتها، اللي سويتها على البوتاجاز اللي انا بقى عملتها دي زي مهلبيه اهي كده. احط بقى ايه، دقيت 4 فصوص توم كبار اهو في قلب الكبه، احطهم في الكبه. احط معلقتين خل. بصوا بقى هنا بقى انا تاني مرة اعمل التومية دي، بس المفروض بقى اللي هيعملها زي نفس الطريقة دي يا جماعة ده زيت زيتون على فكرة. هحط معلقة زيت زيتون، تحطوا 3 معالق زيت زيتون، وتحطوا 4 معالق خل فاهمني. هنا حطيت معلقتين مايونيز مهرمين تمام. هنا نص ليمونة كده، دي نص ليمونة. مش عايزين تحطوا زيت زيتون يا جماعة ممكن ما تحطوش زيت زيتون، تحطوا زيت نباتي عادي اهو كده. نبتدي بقى نضرب ايه في الكبة. جبت السلك الطويل دوت كده، جبته من الأوضة، هعملها هنا قدامكم.
اضربها ضربة مبرحا ولا مربحا، حاجة زي كده. كده حطيت ايه، بقيت مج اللبن عشان لقيتها تقيلة جدا، يعني مش كريمي كده. لما حتى لو شفتوا عملة البطاطس كده تيجي تحطوها فيها تاكلوا بطاطس بالتومية، لا دي جامدة. لا رحت حاطه بقيه الايه اللي بصوا كده بقى، انا عايزاها تبقى كده كريمي كده. بس عايزه اقول لكم اقسم بالله طعمها تحفه. تحطوا قد ايه ملح ليها، أنا نسيت اقول لكم على الملح. تحطوا لها زي نص معلقه شاي كده اهو ملح، بس يعني ممسوحه. وتدوقوها لو احتاجت ملح تاني حطوا، لان انتوا ممكن تعملوا كميه اكبر من بتاعتي. انا كده بقى نازله فين، نازله الجنينه. ادي الشوايه اهي، اللي هو اسمها ايه، الشبك بتاع الشوايه. ودي الفرخه اهي، طلعتها من التلاجة واخداها ونازلة. بصوا بقى شايلة الحاجة بالعافية، فمش عارفة اصور. انا ماسكة الفرخة وماسكة الحامي وماسكة الفحم وماسكة التليفون، والتليفون عايز ايد لوحده عشان يعني ايه اظبطه عليا. هننزل مع بعضينا بقى نروح ايه الجنينة. على فكرة هتلاقوا واحد بيجي تحت بيلف وماشي وبيطبل وبتاع، هتشوفوه تحت. هتسمعوه يعجبكم قوي. كده اهوت انا خرجت من باب الشقة نازله. انا بحاول والله اظبط ايدي، شايله حاجات تقيله على ايدي، شايله. بص انا صاحبتي كده ام فاطمه جت واقفه لي تحت، انت نازله الجنينه والله اطلع؟ قلت لها لا انا نازله لك اهو بالحاجه. قالت لي طيب، يعني بتقولي اخش الجنينه ولا اطلع لك فوق؟ قلت لها انا نازله بالحاجه معايا اهو، حرام اطلعك السلم وانزلك. بصوا كده الحاجه تقيله عليا، بحاول اظبط التليفون وامسك وماسكه الحاجه بايد واحده. بس عايزه اقول لكم اقسم بالله كان حته يوم ممتع، كلنا بقينا نقول نعيده تاني. كلنا، ام محمد وام عمر صاحبتي بقت عماله تقول لي ان شاء الله اعملي حسابك هنعمل كده تاني، بس المره دي نشتري شوايه بقى يا جماعه. قلنا لهم ماشي. اقرا يا رب. طب المفروض يا حنان يا بنات تشفي كل مريض يا رب. يرحم امات المسلمين يا رب. طبل طبل. طبل يا حاجة يا حاجة يا ابو مسدة طيبة، رايحة فين يا حاجة؟ رايحة زور النبي محمد الكعبة الشريفة. يا حاجة يا حاجة يا ابو مسدة ناوي، رايحة فين؟ ربنا يوعدكم بزيارة النبي يا رب يخليك، وربنا يكفيكم شر المرض. طبل حبه بقى. انا اي حاجة. اسم الصغير ايه؟ عيشه. عايشة. يا عائشة عايشة تموت من شكل على العيون، القمر واحنا النجوم، ربنا النبي. اشوف عائشة مهندسة كبيرة بحق سيدنا النبي. يا رب انت يا رب عطيتينا ربنا يعطيكي يا رب وينصرك على مين يعاديكي، ولا يشمت صاحبه فيكي ما سير ما. شفتوا الراجل اللي كان بيطبل ده بيعدي كده كل فترة كده، كل أسبوع حاجة يروح معدي كده، بس دمه خفيف والله، اتبسطنا معاه والله. بس كده بقى اهي الشواية حطيت فيها الفحم. عايزة اقول لكم حاجة يا جماعة، انا اول مرة اشوي، بس والله العظيم بجد قمة الاستمتاع، حقيقي حقيقي بجد. ولدرجة ان احنا من كتر ما احنا بجد والله اتبسطنا مع بعض، بقينا نقول ان شاء الله احنا نجيب شوايات. نجيب شوايات، واللي موجودة عندها الشواية اللي نروح عندها ونحب نشوي يبقى عندها الشواية، ما نقعدش نشيل من هنا نودي هنا. بس كده بقى انا بقطع ورق وبحطه على الفحم عشان عايزة اولعه، عشان عايزة اولع الفحم. بصوا كده انا حاطه قموشن على ام عمر عشان ام عمر مش حابه تطلع اهو كده. بصوا بقى قموشن ده المفروض على ام عمر مش عليا، بس هو ايه عشان هي قعدت جنبي كده. بنحاول نولع ورق كده. ام فاطمه الدخانه رايحه عليها، قامت يا عيني راحت تقعد الناحيه راحت تقعد الناحيه التانية.
بس كده. احنا بنحاول نولع في الفحم، عمالين نقول نولعه ازاي مش عارفين. احنا التلاتة مش عارفين. احنا بنحب نشوي فرخة بصراحة، بنجيبها مشوية من عند الراجل، لكن احنا ما بنشويش كده. بقى انا ولعت الفحم وحطيت الفرخة. بصوا بقى، ام عمر جايبة فرخة عشان جوزها اما يجي من الشغل يلاقي اكل. وام محمد جايبه فرخه، قالت لي عشان اجي واتغدى معاكي اللي في البيت هيقولوا طب ما احنا كمان برضو عايزين نتغدى. قالت لي انا هجيب فرخه ونشويها وابعتها لهم. قلت لها انت مش هتتحركي، اعملي حسابك هتتغدي معايا. قالت لي انا عامله حسابي ان انا هتغدى معاكم. ف فهي بتقول انا كده بوريكم في شجره الليمون دي شجره ليمون على فكره يا جماعه. بقول لكم دي ما شاء الله بتطرح ليمون. وبنزل تحت اجيب بقى الجردل وافضل اقطع منها، خلل بقى ليمون واحط ليمون في التلاجة، اعمل منه السلطة والمخللات. بيبقى جميل في منتهى الجمال ما شاء الله. بصوا انا بوريكم كده الجنينة. بس يعني كده قربت الاستند جبته ايه ناحية الشواية. الليلة ان احنا لو تلاحظوا يا جماعة انا كده بشوي فرخة ليا وبشوي فرخة لأم محمد وفرخة لأم عمر. ام عمر مش هتقدر تاكل معانا لان هي بتقولي كده مستنية جوزها وعيالها يجوا من بره. قالت لي كده بقول لك ايه انا مش هينفع. وبعدين عاد الرجيم بتاع يعني هي عامله رجيم ووقت الاكل بتاعها على الساعه 8 واحنا كنا يعني ما تتحسبش علينا لقمه الفطار، كنا لقمه على المشي كده. وام فاطمه قالت لي لا انا جايه وخلاص خلاص هاكل معاكي. قلت لها خلاص ماشي. احنا كده في جنينه ام عمر، هي الجنينه دي قدام بابها، هي على طول هي في العماره اللي قصادي. كده انا بطلع الفرخه بتاعت ام محمد بتاعت انا. لا دي بتاعت انا، مش عارفه بتاعتي ولا بتاعت ام محمد والله، ما يفرقش عامه. كده بقى انا بحط الفرخه التانية. دي الفرخه اللي في الصينيه دي بتاعت مين مش فاكره والله. لو شفت ايه هو الطبق اللي محطوط فيه اعرف بتاعت مين فيهم. اهي كده. دي تقريبا بتاعت ام عمر. ايوه دي بتاعت ام عمر. دي بتاعت ام عمر. بس كده اهوت. بحطها بقى كده على على الحامل بتاع اللي هو بتاع الشوايه ده. انا حطيت الفراخ بتاعتي، اول فرخه اتشوت كانت بتاعتي يا جماعه، وحطيتها قريبه من الفحم خالص، سندتها على على الشوايه ذاتها. يعني الحامل حطيته على الشوايه نفسه كده، يعني حطيت حرفه كده وحرفه كده. لقيت لكم الفحم كان شديد وتقريبا حرق لي الفراخ. طبعا انا اتعلمت في فرختي. فرخة ام فاطمة ما شاء الله اتنجدت شوية، فرخة ام عمر اتنجدت خالص. يعني اتسوت صح وبطريقة صح بقى، كنت اتعلمت في فرختي وفرخة ام فاطمة اتعلمت في فرختهم. بس انا فرختي اكتر واحدة كانت النار حامية عليها. بصوا كده انا خلاص اتبهدلت من شوي الفراخ بس والله العظيم ممتع ممتع ممتع. بصوا كده خلاص. دي كده بقى فرخة ام عمر دي اخر حاجة اقلبها. المشكلة كمان معلش الإضاءة، هي حاطة كشاف في أول الجنينة من عند الباب من بره، فهو عامل الإضاءة الخفيفة دي، عامل الإضاءة البسيطة دي. بس عايزة أقول لكم يعني تغيير، يعني نعمل أكل في المطبخ ونطلع ناكل في الصالة ومش عارفة ايه والكلام ده كله. قلت لهم لا أنا زهقت، ما تيجي نشوي فراخ. قالوا له يلا نشوي فراخ. طبعا الشواية دي بصراحة مش بتاعتنا، هي بتاعت واحدة جارتنا، وقلنا لها هاتيها راحت مديالنا كتر خيرها بصراحة. راحت مدياها لنا اول ما قلنا لها عليها بصراحة، راحت مديها لنا على طول. ربنا يبارك فيها يا رب. بصوا يا جماعة بقى، صاحبتي ام عمر وصاحبتي ام فاطمة دي اللي هي قاعدة معايا، اللي لابسة الخمار الماليزي دي اللي قاعدة معايا دلوقتي، الاتنين دول اعز اتنين على قلبي. ربنا يبارك لي فيهم يا رب وما يحرمنيش منهم ابدا ابدا يا رب، ويفضلوا معايا على طول وما اشوفش فيهم حاجة وحشة ابدا ابدا يا رب. هم وكل متابعيني الجمال ربنا يخليهم ليا. بقى عايزه اقول لكم والله العظيم انا عمري ما كنت مر عليا حاجه او ازمه او اي حاجه اما الاقيهم هما الاتنين قبل اهلي. هتصدقوا حاجه زي دي والله العظيم؟ قبل اهلي بيكونوا عندي.
شوفوا بقى، ممكن تقولوا انت مبالغه، والله ما مبالغه، انا بقول حقهم حقيقي، ده حقيقي. فاهمني؟ يعني انا كانت بنتي عيشة دي بس تبقى تعبانة ما تعرفش تقوله. ام عمر دي ممكن تكون بتحس بيا، بتحس ان في حاجة عندي فوق. ابص لا بتخبط عليا وداخلة عليا وانا قاعدة، تاخد البت على كتفها قبل مني وتجري بيها، تجري بيها على الدكتور وما تسيبهاش، وتبقى شايلاها على قلبها وما تسيبهاش. ربنا يبارك لها وما يشوفش فيها حاجة وحشة ابدا يا رب، ويخلي لها عيالها ويسترها عليهم، ما تشوفش فيهم حاجة وحشة ابدا، بحق جاه النبي يا رب. يعني عايزة اقول لكم بجد يا جماعة، احلى حاجة في الدنيا بجد الصحوبية، وبالذات لما يكون ربنا رزقك بصاحب جدع، صاحب جدع، صاحب وفي، صاحب عارفك مش عايز منك حاجة، بالعكس مش عارف يعمل معاك ايه. والله العظيم يا جماعة زي ما بقول لكم انا مش ببالغ، صاحب جدع يكون مش عارف يعمل معاك ايه، مش عارف يعمل ايه ولا ايه. انا ليا صاحبة، يعني ربنا يسامحها، كانت صاحبة بس الله يسامحها يعني. بس عايزة اقول لكم يلا مش مهم، الحمد لله على كده، الله يسهل لها. بصوا عايزة اقول لكم، بصوا كده، حبيبة بتحضر الكراسي وبتحط الاكل على الترابيزه. خلاص انا كده شويت فرختي، وام محمد شوت فرختها فهي وبعدين يا حبيبه في ايه، في ايه؟ بصوا انا كده حبيبه حضرت الاكل كده وهنبتدي نقعد ناكل. انا عملت ايه بقى؟ قلت لمحمد اعمل لك مكرونه جنبها، ولا اعمل محشي، ولا اعمل ايه؟ قلت له بص انا عندي رز بخلطه في التلاجة، هنجيب كيلو فلفل ونحشيه ونسويه جنب الايه الفراخ، وعامله توميه وعملت حاجات، وقعدنا بقى ناكل كده. ام عمر سابتنا وراحت، كان ليها ميعاد عند الدكتور، كانت ناسيه خالص. قالت لي معلش بقى عفوني، انا همشي على ايه، على الدكتور خلاص، وانا هتغدى مع ابو ايه مع ابو عمر ومع العيال. بنتها في درس لسه ما جاتش، وابنها مع ابوه في الشغل. فقالت لي بقى خلاص انتوا كلوا انتوا، عشان انا معايا ميعاد للدكتور وهروح وهاجي نكمل سهرتنا مع بعض. فهي على ما راحت وجت قاعده، هي اللي هي معبيه زرقاء دي، على ما راحت وجت كنا احنا اتغشينا وحطينا الشاي بقى على البتاع دوت اهو. حطينا بقى، بصوا حطينا كنكه الشاي، طلعت جبت عده الشاي من فوق، فجبتها ونزلت بقى وصبيت الشاي، عملت الشاي على الفحم، بس اقسم بالله كانت كوبايتين شاي ملهمش حل في الطعم والجمال، تحفه. شربت كوبايتين شاي وصاحبتي شربت كوبايتين شاي. بصوا هنا بقى، انا على فكره هنا بقى كنت حابسه عيشه عشان مشيت بعيد بتلعب مع العيال قدام الجنينه، فرحت حبساها عماله تعيط، فهفتح لها الباب وهتخرج، فصاحبتي عماله بتقول لي سيبيها تخرج بالله عليكي، فسبتها تخرج. فكده بقى انا عملت كوبايتين شاي بجد انا عمري ما هنساهم، كوبايتين شاي بتوع الفحم دول. اشوفكم على خير يا جماعه، وما تنسونوش في اللايك والشير وسبسكرايب، وتعملوا متابعه عشان يوصل لكم كل جديد، وربنا ما يحرمني منكم ابدا ويخليكم ليا يا رب. وبالله عليكم، بالله عليكم يا جماعه اللايكات، ما وصلكمش على اللايكات بالله عليكم، عشان بس يعني انا شايفه ان اللايكات ميته خالص على الفيديوهات. ومع السلامه.